لو ميت لي شي حدا، لو مخطوفة بنتي، لو شو، لو مخطف لي اهلي، لو متشرد بالشوارع ما بزعل هيك. لك اقسم بالله العظيم من جوا مقهور قلبي مكسور على رونالدو. والله لو كان ابي ما بزعل هيك. ما بعرف شو بيعمل شو بيساوي. لا عم بحسن اكل، لا عم بحسن اشرب، بكره ما رح اروح على الشغل، ما رح حسن افتح انستا، ما رح حسن اطلع بالشارع، ما رح حسن احكي مع حدا. حسبي الله ونعم الوكيل من الفيفا. الله لا يوفقكم اخر دقيقة، الله يكسر بخاطركم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عزيزي اللي بتعيط؟ قصدي عزيزي المشاهد، إن شاء الله تكون بخير. إذا عليك فرض قوم صلي وارجع عيط، ولا تنسى إنك تقرأ لو صفحة واحدة من القرآن وبعدها ارجع عيط، ولا تنسى إنك تدعي لإخواننا المستضعفين بالأرض بكل مكان. وعزيزي اللي مقاطع اللي بتعيط we love you so much. أغلبكم بيعرف إنه أنا بحضر كرة قدم وما عندي أي مشكلة بإنك تزعل أو تتضايق، لكن توصل فيك مرحلة إنك تهين حالك وتهين نفسك عشان واحد مش داري عن قرعة أبوك من وين. هاي اسمها سخافة يا إخوان. اللي بيقهر يعني كمية الناس اللي طالعة تتبكبك، أنا مش فاهم. أنا فكرت في زلزال، في مصايب صارت في العالم. حكم المباراة صفر، خلصت، البرتغال طلعت، رونالدو طلع يعيط، نزل دمعة. المؤثرين وهدول الناس التافهين، معلش مع احترامكم إلي، أنا بالنسبة إلي هذا اسمه تفاهة، وهذا الإشي أنت ما بتعمله إلا إنه أنت متقصد إنك تطلع بهاي الصورة التافهة، فتحمل اللي بده يجيك عزيزي. هو شاف دمعة رونالدو، طيب رونالدو هو يعني رونالدو بني آدم همه يجيب كأس العالم، مشكور، قدم مجهود، حاول يعمل اي اشي في الملعب، ما قدر. طبعا هذا الحكي اللي بدي احكيه بنطبق على جماعة ميسي وعلى جماعة رونالدو، ترى يعني مش بس هيك. اي حدا لما يطلع ميسي من البطولة عيد مصر ان شاء الله، اذا انت عملت نفس الاشي فهذا الحكي برضه موجه الك، مش حرجع اصور مرة تانية على موضوع تافه زي هيك. فطلع خلص رونالدو، طلع خلص ساحب حاله طالع من الملعب وعيط له هيك دمعتين. المؤثر او ماي جاد رونالدو عيط، يلا وين اللي ترند، وعمل نفس السكتش اللي انا عملت. ايش اللي هو تمسك كاميرا هسه، يعني شوف خدوا هذا الفيديو. رونالدو خارج كأس العالم وبيبكي قاعد. ظالمة انت يا كرة القدم، ظالمة والله ظالمة، انت مش كرة مصر. عرفك يا حبيب قلبي، ما بتستهلك نهاية، والله ما بتستهلك نهاية. عرفك يا رونالدو بعصر حاله عيط، ولك عيط مشان الله انزل يا اخي، جيب كاسة مي واعمل زي ما انا عملت وبيبين يعني حد قاري ورق. بعصر حاله عصر، بده يموت. كرة القدم قاسية، انا فقدت الشغف بالحياة، ادوني انظلم. يا زلمة انطم واقعد، يا زلمة انطم واقعد. يلا اطلع بكرة اعمل علي فيديو انه انا بستهين بمشاعركم. من انا ماشي، انا رونالدو خسر، انا بشجع رونالدو. ايش اللي هو انا اجيب تليفون وافتح ولا هديك اللي قاعدة بتعيط لي تتشفى. شو السخافة هاي؟ لسه نور ستار طلعت أرحم منكم، كانت بتعيط على كلب إلها مات. ماتت. أنا لازم أكون قوية، أرحم منكم، يعني لسه الكلب أنت بيعيش معاك في المكان اللي أنت فيه وبتقضي معاه عمر، فلما تفقده بتزعل عليه. هديك برضه نفس الاشي، حطت الكاميرا ويلا نعيط، يعني لسه هي أرحم منكم بصراحة. القصة وما فيها إنه هدول الناس تبعون كرة القدم تمام، هم عارفين إنه الجمهور عاطفي، فهم بس بدهم يركبوا الترند العاطفي هذا فقط لا غير. لأنه رونالدو هسه حاليا هو قاعد بمسح دموعه في طيارته الخاصة بدولارات ذهب، قاعد بيمسح دموع، وانت معكاش حق ربطة خبز قاعد رونالدو. تفضل هذا ايش كاتب، بقول لك ما بكيت على رسوبي وما بكيت من ضغوطاتي النفسية، اخرتها بكاني رونالدو. واو فزيع، انت فزيع، يا حسرة على العباد. والله لو ميت لي شي حدا، لو مخطوفة بنتي، لو شو، لو مخطف لي اهلي، لو متشرد بالشوارع ما بزعل هيك. لك اقسم بالله العظيم من جوا مقهور قلبي مكسور على رونالدو. والله لو كان ابي ما بزعل هيك.
ما بعرف شو بيعمل شو بيساوي. لا عم بحسن اكل، لا عم بحسن اشرب، بكره ما رح اروح على الشغل، ما رح حسن افتح انستا، ما رح حسن اطلع بالشارع، ما رح حسن احكي مع حدا. حسبي الله ونعم الوكيل من الفيفا. الله لا يوفقكم اخر دقيقه، الله يكسر بخاطركم يا رب. انتوا سامعين؟ بقول لك قسم بالله انه لو مخطوفه بنته ما بزعل عليها زي هيك. انتوا يعني انتوا شايفين لوين قاعده توصل السخافه؟ يعني انتوا شايفين لوين رايحين؟ انتوا حضرتكم متبعين معاي، وهذا اللي شايفينه قدامكم هذا من كتر ما هو تافه وسخيف. بالنسبة للناس اللي عم تشمت، بس خليني خبرك انه انا مستعد انهي اي علاقة بحياتي مشان هالزلمة، مشان كريستيانو رونالدو. اي علاقة بحياتي. بقى يلي عم يشمت هذا تصريح حريل، رح اجي اهينك، رح اجي يسبك، رح اجي اغلط فيك. بقى هي عم اقول لك، انا عم خبرك، عرفت؟ هي عم خبرك لانه الوضع مو حامل. هذا البرتغال، هي بدعسوا. انا ما ولي وفي لحد، عرفت؟ شو ما كانت علاقتي بيني وبينك، بدك تيجي تغلط من كريستيانو رونالدو بحرف رح تنهار، انتهى البيان. عزيزي انت تافه وسخيف، تمام؟ عامل حملة لناس مسلمين يدخلوا يدعوا لرونالدو انه يفوز في كأس العالم. بتلاقي هو ما دعا، يعني انا ما بدي ادخل في النوايا، بس بتلاقيه ما دعا ولا لا، ما دعا لنفسه لحاله، ما راح شكر ربه انه اعطاه ربنا عيون يشوف فيها كريستيانو رونالدو تبعه. بقول لك بنهي اي علاقة عشان كريستيانو، اذا بتفوت تتشمت فيي بسبك في اهلك. تخيل كل بساطة. شو وهذا المعنى الحرفي للقطيع، للمعيز، هدول الاشكال. قضيت واذا طلع كان اول مره يطلع كريستيانو على كاس العالم الجاي، يلعب على كاس العالم الجاي على 2030 يلعب فضولي. طبعا هذا الولد الصغير انا غبشت عنه لانه عشان هو طفل، يعني ويعني بيكون مش مسؤول عن مشاعره. لكن هو فكرك ليش بيعمل هيك؟ لانه شاف التافهين هدول اللي قبلهم بيعملوا زي هيك، فاكيد هو بيعبر عن مشاعره. والاسخف من هيك اللي قاعد بصوره. يلا خذوا شوفوا اخوي الصغير، ولا شوفوا ابني كيف قاعد بعيط، كيف انا معلم ابني التفاهه. ترى انا بدي اقول لكم شغله واحده، والله اخواني في هاي القناه انتم بجوز ما بتعرفوا، انا حرفيا بفكر اعتزل اليوتيوب لانه انا قرفت من المستنقع اللي عايشين فيه والله. واللي بيقهرك اكثر كمان انه بيجوك ناس واعيه بمدحوك وهيك، تمام، وبيحكوا لك، لكن ما يعني فيديو ما بيطلع، لا بيعملوا لايك، لا بيشتركوا، يعني انتم مش مساعديني. فخلص انا صعب اكمل لحالي. اذا انتم ما بتدعموا هاي القناه انا صعب اكمل لحالي، وانا فعليا مفكر اعتزل واروح لأي محتوى تاني وخلص. انا يعني بصراحه لا الناس الواعيه حابه تساعد ولا الناس الجاهله حابه توعى، لانه خلص انا يئست والله. لسه اليوم كان بيحكي معي واحد على الانستغرام، انا يئست انا من الوقت اللي بضيعه وانا بحضر هيك فيديوهات عشان اجي اوعيكم. بلاش اقعد ادور على فيديوهات عشان اطلع لكم فيديوهات توعويه، ولما نعطيكم فيديو توعوي خالص ما في اي ترند، قديش المشاهدات؟ 15,000 مشاهده بس، ما بوصل لناس تانية، ما بتعملوا لايك، ما بتكتبوا تعليقات، ما خلص يعني. فصعب الواحد يكمل بدون دعم الناس. بعرف انه في ناس مبسوطة على المحتوى وهيك، بس صعب تكمل، صعب يعني انت مش عارف انه كل فيديو قديش بكلف وقت، قديش بكلف فلوس، قديش بكلف شغل، قديش بكلف جهد. هذا الاخ ديروا بالكم، هذا زلمة كسر الطاولة. اوه ماي جاد، واو اوه ماي جاد، بصراحة قوي معلم انت قوي. ضلت الطاولة بس اغلبك عشان تثبت انك رجل اكثر، ضلت الطاولة اللي جنب. هاي الدعاء اللي حكيت لك عنه، شو بقولك؟ اللهم في هذا المونديال الاخير صب التوفيق والتركيز في جسد وعقل اسطورتنا كريستيانو رونالدو صبا. اللهم سدد اقدامه واحمي جسده بعينك التي لا تنام من شر الاصابات وعيون الحاقدين. يا رب انصف تاريخه وشغفه الذي الهم الملايين، واكتب له النهاية الاعظم في تاريخ كرة القدم بان يرفع كأس العالم عاليا ليتوج ملكا ابديا لا يجرؤ احد على مساواته. طبعا هاي البنت اللي قدامكم ومغطيه طبعا ماتت عياط.
هسه هون احنا بدنا نوصل لزبدة الموضوع، والإشي اللي بيفقع المرارة من هذا النفاق المجتمعي. احنا مجتمعات مليئة بالتناقض، بندور على أي مبرر تافه عشان نفرغ فيه طاقتنا أو شحناتنا العاطفية، وبنفس الوقت بنغض النظر عن الكوارث الطبيعية والمصايب اللي بتصير مع الناس. هدول المؤثرين والناس التافهين اللي طالعين يعملوا هاي الحركات، روح ارجع على ماضيهم. أنا ما بعرف كلهم لأنه أنا مستحيل أتابع هيك ناس، يعني أنا أصلا يعني هدول تبعون كرة القدم ما بتابعهم، لأنه بالنسبة إلي شلة دبي أعلى منهم مكانة بصراحة. يعني أنا ما بحكي عن الأخلاق ولا عن الشرف ولا عن هاي إشي، أعلى منهم مكانة بالتفاهة. يعني فاهمين، هم أعلى من شلة دبي بالتفاهة، لكن بالترتيب يعني هيك برتب شلة دبي أعلى منهم، لأنه هم سبب فتنة الناس، هم سبب فتنة بين كل هاي الشعوب اللي بتحضر كرة قدم. المهم مش هاد موضوع. برجع ماضيهم ما بتلاقيه بكى ولا عمل هاي الدراما على أهل غزة ولا أهل فلسطين ولا السودان ولا العراق ولا اليمن ولا بسوريا. ما هو بنزل لك بس ستوري واحد الله ينصرهم، بس دموعهم وعياطهم على رونالدو بتجيب لايكات، بتجيب تعاطف أكتر، لأنه جمهور رونالدو جمهور كبير. فاهم كيف أنت؟ خصوصا لما تنزل أنت تبكي وانت بس حاطط صورة رونالدو، يعني فهذا الموضوع بكون بجيب. يعني اسمعوا لما اقول لكم هذا الحكي موجه للكل. انا مش ضد الرياضة ولا ضد كرة القدم، أنا بحضر كرة قدم وبجوز بفهم أكثر من 90% اللي محتواهم كرة قدم. وأنا مثلا لو إنه جمهور كرة القدم جمهور محترم، ولو إنه كرة القدم ما فيها كشف عورة، كان بتلاقيني أنا بكون أنا بحكي بكرة القدم، لأنه بحبها من زمان، ومن زمان كنت ألعب كرة قدم ولعبت في نوادي، وبعدين اتجهنا، فشغفي طول حياتي أنا في كرة القدم. تمام. فأنا لا ضد كرة القدم ولا ضد التشجيع ولا ضد إنك تزعل أو تفرح، لكن في ليميت معين. معلم انتهت خلص أوكي يلا السلام عليكم، خلص هي اسمها انترتينمنت، يعني إشي ترفيهي، إشي ترفيهي. فأنت عشان ما ترفهت تعيط، ولد صغير أنت أوكي بزعل خلص اتضايق يا عم، قديش تزعل ساعة ساعتين، تعيط تنوح افرح ازعل، بس لا تكون تافه، لا تخلي السوشيال ميديا هي تجبرك تقوم زي الأهبل. يا عمي أنت عيطت وهاي الدموع حقيقيين، تمام؟ انت عيطت ايش اللي بروح بمسك موبايل وبصور حالي وانا ببكي؟ بس انت عارف انه هدول الدموع الحقيقيين، بس انت عارف انه هدول الدموع حيجيبوا لك لايكات وحيجيبوا لك مشتركين وخلوا الفيديو يطلع. والمشكله انه كلها قاعده بتقلد بعض. تخيل انت طول بعرض تخلي السوشيال ميديا تبرمجك، تخيل عاد شوف سخافه حياتك. يعني انتوا يا جماهير بكفي استخفاف بعقولنا، بكفي نحول هدول التافهين لرموز في اي مجال، بكفي نصنع من الفراغ قضايا مصيرية. بالآخر هي كرة قدم. وبالنهاية حظ أوفر عزيزي الحمدوني، رونالدو يمكن هسه هو تخطى بالآخر. يعني انتوا قاعدين تبكوا زي أكنكم متفاجئين، يعني زي أكنه من التصفيات مش مبين إنه الفريق واقع، زي أكنه من التصفيات مش مبين إنه المدرب فاشل، زي أكنه من التصفيات مش مبين إنه واحد عمره 41 سنة إيش بدك إياه يعطي؟ انت يخلف عليه اللي بيعطيه. يعني أنا ما بعرف انتوا ليش كاينين متأملين كل هذا الأمل. انت زي مثلا زي احنا جمهور الأردن، يعني احنا مثلا نيجي نحكي والله احنا لازم أبكي احنا ما خسرنا كأس العالم. لا، ما هو يا حبيبي يعني انت لما تحلم اشي او تتوقع اشي يكون منطقي كمان. يعني انتوا بس هيك بحس هدول الناس مبرمجين يا اخي. طب ما هو ما حدا متوقع انه البرتغال تاخذ كأس العالم الا انتوا جمهور رونالدو. ما حدا متوقع، يعني اي حدا حتى اللي ما زي حالاتي يعني ما إلي لا برونالدو ولا بميسي، وشفت البرتغال مستواها واقع. واصلا يعني هي اصلا لولا كوستا حارسها ولا هي اصلا كانت طلعت من كرواتيا. فليه عايش وهم انت؟ لا تعيش الوهم بعدين تطلع تعيط وتعمل شو قدام الناس. لهون بنوصل لنهاية الحلقة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.